بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة تانية إعدادي. بعد ما شرحنا الدرس الأول، درس موقع ومظاهر سطح قارة آسيا وأوروبا، النهاردة هنراجع الدرس ده. جايب لكم أهم أسئلة في الدرس الأول وهنحلها مع بعض وهنشرح بعض النقاط المهمة. استعن بخريطة قارة آسيا المقابلة واكتب ما تدل عليه الأرقام. رقم 1 دائرة عرض. نشوف رقم 1 دائرة عرض. طبعا دائرة عرض دي هتبقى دائرة الاستواء. نشوف رقم 2. رقم 2 المحيط. طبعا المحيط اللي في شمال قارة آسيا المحيط القطبي الشمالي. رقم 3 المحيط. نشوف رقم 3 المحيط اللي في جنوب قارة آسيا. طبعا المحيط ده المحيط الهندي، يبقى ده المحيط الهندي. رقم 4 البحر. طبعا 4 ده البحر الايه؟ البحر الأسود، اللي جنبه ده بحر قزوين، يبقى ده البحر الأسود. رقم 5 مضيق. طبعا ده مضيق بيرينج اللي بيفصل ما بين قارة آسيا وقارة أمريكا الشمالية، يبقى ده مضيق بيرينج. رقم 6 البحر. رقم 6 ده البحر الايه؟ ده البحر الأحمر، يبقى البحر الايه؟ البحر الأحمر اللي يفصل قارة آسيا عن قارة أفريقيا. رقم 7 جبال. رقم 7 الجبال اللي بتفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا، جبال أورال، يبقى دي جبال ايه؟ أورال. رقم 8 مضيق. نشوف 8. 8 المضيق اللي في جنوب البحر الأحمر ده يبقى مضيق باب المندب، مضيق باب المندب. رقم 9 قارة. نشوف 9 دي قارة أمريكا الإيه؟ أمريكا الشمالية، يبقى دي قارة أمريكا الشمالية. رقم 10 مضيق. نشوف 10 مضيق إيه؟ 10 المضيق ده مضيق البوسفور والدردنيل، بس اللي فوق ده يبقى البوسفور، يبقى مضيق البوسفور والدردنيل. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. البحار التالية تحد قارة آسيا من جهة الغرب ويخرج عنها، يعني كل البحار دي بتحد قارة آسيا من الغرب ما عدا إيه اللي مش من الغرب؟ طبعا لو بصينا لهم هنلاقوه البحر إيه؟ بحر تيمور، يبقى بحر تيمور. سؤال رقم 2 تقترب قارة آسيا من قارة أمريكا الشمالية، لسه قايلينه دلوقتي، عند مضيق إيه؟ شاطرين، عند مضيق بيرنج، يبقى عند مضيق اسمه، يبقى هنعلم على مضيق بيرنج. يفصل البحر الأحمر بين قارتي آسيا. طبعا البحر الأحمر بيفصل بين قارتين آسيا وقارة أفريقيا، يبقى هنعلم على قارة أفريقيا. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. طبعا لو شفنا أول سؤال، تعد قارة آسيا أكبر قارات العالم من حيث المساحة. طبعا العبارة عبارة صحيحة، يبقى قارة آسيا أكبر القارات مساحة، بعدها قارة أفريقيا. تحتل قارة أوروبا المرتبة الثانية بين قارات العالم من حيث المساحة. طبعا العبارة غلط، المرتبة السادسة، يبقى العبارة غلط، رقم 6 في المساحة. تقع بعض الجزر الأندونيسية بقارة آسيا جنوب دائرة الاستواء. طبعا عبارة صحيحة، في أرخبيل أندونيسيا أو الجزر الأندونيسية بتبقى جنوب دائرة الاستواء. دلل على صحة كل عبارة مما يلي. أول سؤال، لموقع قارة آسيا أهمية استراتيجية. طبعا لأنها بتطل على مسطحات مائية وممرات مائية لها أهمية استراتيجية. زي إيه؟ زي مضيق باب المندب ومضيق هرمز. نشأت عديد من الحضارات في قارة آسيا. طبعا لأن نشأت أعرق الحضارات في قارة آسيا
زي حضارة بلاد الرافدين، وزي حضارة فينيقيا، وزي الحضارة الصينية، وزي الحضارة الإسلامية. يوم قامت بها العديد من الحضارات مثل بلاد الرافدين وحضارة فينيقيا وبلاد اليمن والحضارة الإسلامية. بما تفسر يطلق على قارة آسيا وأوروبا مصطلح أوراسيا. ليه سمينا القارتين مع بعض بلفظ أوراسيا؟ لأن أوروبا امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة مين؟ من جهة الغرب. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على تمتع قارة آسيا بأكبر امتداد فلكي في العالم؟ أدى إلى إيه؟ أدى إلى حدوث تنوع في مناخها، وتنوع المناخ أدى لتنوع النباتات الطبيعية وتنوع الحيوانات وتنوع المحاصيل الزراعية. آخر سؤال في ورقتنا دي: وضح الأهمية الدينية لموقع قارة آسيا. طبعا حيث أنها مهد الديانات السماوية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام، ووجود أماكن مقدسة لها أهمية كبيرة زي الكعبة الشريفة وزي المسجد الأقصى. يبقى دي الأهمية الدينية لقارة إيه؟ لقارة آسيا. نشوف ورقتنا التانية. أمامك خريطة لقارة أوروبا، اكتب ما تدل عليه الأرقام. رقم 1 موجود في الشمال، ده المحيط إيه؟ طبعا اللي موجود في الشمال أوروبا، المحيط القطبي الشمالي. رقم 2 المحيط، طبعا اللي موجود في الغرب المحيط الأطلنطي، يبقى المحيط الأطلنطي. 3 البحر، نشوف 3 البحر، ده طبعا البحر المتوسط. نشوف رقم 4، يبقى ده البحر المتوسط. رقم 4 البحر، نشوف 4، طبعا ده البحر الأسود، يبقى ده البحر الأسود. نشوف رقم 5. رقم 5 مضيق اللي تحت، مضيق اللي تحت اسمه مضيق الدردنيل، اللي فوق اسمه البوسفور، يبقى ده الدردنيل. رقم 6 مضيق البوسفور، يبقى مضيق البوسفور اللي فوق، يبقى هنكتب البوسفور. 7 قارة، نشوف رقم 7، طبعا 7 دي قارة ايه؟ قارة آسيا. رقم 8 مضيق، نشوف رقم 8 مضيق ايه؟ طبعا مضيق جبل طارق، يبقى مضيق جبل طارق. نشوف السؤال اللي بعده. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع ذكر السبب في الحالتين. نشوف أول سؤال: تقع قارة أوروبا بأكملها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. طبعا العبارة غلط، قارة أوروبا بتقع في النصف الشمالي من قارة أو من العالم، 36 شمالا حتى 71 شمالا. تحيط المسطحات المائية بقارة أوروبا من جميع الجهات. طبعا العبارة غلط، لأنها عبارة عن شبه جزيرة بتحدها المياه من 3 جهات بس. رقم 3 يمثل موقع قارة أوروبا الجغرافي أهمية اقتصادية كبيرة. طبعا العبارة صحيحة، لأنها سهلت الاتصال بقارات وحضارات العالم. تستأثر قارة أوروبا بالإشراف الكامل على سواحل البحر الأسود. طبعا العبارة غلط، لأن بتطل عليها أوروبا وبيطل برضو عليها قارة آسيا. دلل على صحة كل عبارة مما يأتي، يعني اذكر دليل. السؤال الأولاني: تتمتع قارة أوروبا بموقع استراتيجي مهم. قارة أوروبا لها موقع استراتيجي مهم، حيث تطل على مسطحات مائية وممرات لها أهمية استراتيجية. يبقى حيث تطل على مسطحات مائية وممرات
ملاحية لها أهمية استراتيجية، زي مضيق إيه؟ زي مضيق جبل طارق ومضيق البوسفور والدردنيل. قامت عديد من الحضارات في قارة أوروبا، حيث قامت أعرق الحضارات في قارة أوروبا زي الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية والحضارة الغربية الحديثة. نشوف السؤال اللي بعده. حدد الأثر الناتج عن الموقع الفلكي لقارة أوروبا. أدى إلى إيه الموقع الفلكي لقارة أوروبا؟ أدى إلى وقوع قارة أوروبا في المنطقة المعتدلة الشمالية. يبقى وقوع معظم القارة في المنطقة المعتدلة الشمالية. نشوف باقي الأسئلة. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويب الخطأ. تعد قارة آسيا تاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة. طبعا العبارة غلط، هي الأولى في المساحة. تحيط المسطحات المائية بقارة أوروبا من جميع الجهات. طبعا العبارة غلط، المية بتحط قارة أوروبا من 3 جهات بس. تعد هضبة الدكن أعلى هضاب قارة آسيا. طبعا هضبة الدكن دي موجودة في الهند، بس مش أعلى هضاب آسيا. أعلى هضاب آسيا والعالم هضبة التبت، يبقى العبارة غلط. تقترب قارة أوروبا من قارة آسيا عند مضيقي البوسفور والدردنيل. طبعا العبارة إيه؟ العبارة صحيحة. السؤال اللي بعده. تقع معظم قارة آسيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية. طبعا العبارة صحيحة، لأن بين دائرتي عرض 10 جنوبا حتى 81 شمالا، يبقى معظمها في نصف الكرة الشمالي. تمتد جبال الهيمالايا في آسيا وتعد أعلى وأضخم السلاسل الجبلية في العالم. طبعا لأن فيها قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم. السؤال اللي بعد كده. بما تفسر. تعرف هضبة التبت باسم سقف العالم لأنها أعلى الهضاب في العالم. يبقى لأنها أعلى هضاب إيه؟ العالم. الأهمية الاستراتيجية لموقع قارة أوروبا. طبعا لأنها تطل على مسطحات مائية وممرات ملاحية لها أهمية استراتيجية، زي مضيق جبل طارق، زي مضيق البوسفور والدردنيل. تأتي قارة آسيا في المرتبة الأولى بين قارات العالم من حيث أطوال سواحلها. عايز يقول لك ليه آسيا أطول قارات العالم في السواحل؟ بسبب اتساع مساحتها، 2 وكثرة الخلجان الموجودة بها، 3 والأذرع المائية. رقم 4. قيام العديد من الموانئ الطبيعية، والسؤال ده من الأسئلة المهمة، في قارة أوروبا بسبب كثرة التعاريج وكثرة الجزر. عشان كده في موانئ طبيعية كتيرة، يبقى بسبب كثرة التعاريج والجزر. أجب عما يلي. ما المقصود بالأرخبيل؟ الأرخبيل ده مجموعة من الجزر المتجاورة، يبقى مجموعة من الجزر المتجاورة دي بنسميها ايه؟ أرخبيل. رقم 2. ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة آسيا؟ لسه قايلينه دلوقتي. أدى إلى إيه؟ أدى إلى تنوع منخى، إلا أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية وتنوع الحيوانات وتنوع المحاصيل الزراعية. وبكده يبقى خلصنا شرح الدرس الأول مع مراجعة للدرس الأول. تابعوني في بقية المراجعات. مع تحياتي مستر جبر.